ودائما حط ببالك هاي القاعدة، من تكون قاعد وحدك بالبيت وتسمع صوت غريب او فد شي وقع، لا تخوف نفسك ابد، لان كل ما خوفت نفسك زادت اوهامك وتتوهم باشياء ما هي موجودة، ويمكن هي موجودة والعياذ بالله. بس انت حاول قدر المستطاع انه تصير شجاع، لان الخوف راح يساعد الاشياء تظهر وتزعجك. المهم هذا الفيديو الشاب كان عايش وحده بالبيت وقاعد يعزف على الاورج، وفجأة سمع صوت غريب. مجرد ما سمع الصوت خاف وراح يشوف مصدر الصوت وهو خايف. ومثل ما قلت لكم هاي المشكلة كبيرة، ان تروح تشوف شي سمعته وانت خايف. المهم خوفه اللي خلاه الا شوية يتخبل. نشوف الفيديو ونرجع نكمل. الو، مثل ما شفتوا الاشياء زادت، مثل اشياء توقع، باب يتقفل، تلفزيون يعتلق. يعني خوفه سمح لكل هاي الاشياء تصير. فاذا انت كنت ما تخاف ومبين عليك ما تخاف، او بالاصح اذا كنت مسلم وتذكر الله واي، ما راح يصير لك شي باذن الله. فدائما ومختصر للكلام كله، خلي ببالك انه انت مستحيل تخاف، وحتى لو صارت لك اشياء هواي لا تخاف ابد. وصلنا لنهاية الفيديو، شيروا المقطع هذا لاصدقائكم، سووا لنا عليه لايكات، اكسبلور، والاهم من هذا كله انه تخلون رايكم بالتعليقات.